السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. واللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وصفقات الأهلي لم تنتهي لحد دلوقتي، والأهلي بيجهز 4 صفقات في الميركاتو الشتوي، وبيدعم النادي الأهلي فريقه ب4 صفقات عشان كأس العالم للأندية. وفيديو النهارده وحلقة النهارده حلقة دسمة، خليكم معايا وركزوا معايا. ومين ال4 صفقات اللي ناوي الأهلي يتعاقد معاهم ويدعم مراكز؟ احنا طبعا عارفين النادي الأهلي محتاج تدعيم لمركزين وأهم مركزين في الملعب، وهو بديل علي معلول الباك الشمال، وكمان مركز المساك، عشان النادي الأهلي بيواجه في مركز المساك ده هو دايما إصابات محمود متولي وكمان رامي ربيعة، والأهلي بيجهز مساك من الدرجة الأولى لاعب قلب دفاع هو أسامة جلال لاعب بيراميدز. والنادي الأهلي كمان بيتفاوض مع أحمد فتوح، في كلام كتير مع أحمد فتوح ووليد الكارت اللاعب المغربي لاعب بيراميدز، وكمان عمر كمال عبد الواحد. فيديو النهارده وحلقة النهارده صفقات النادي الأهلي وعودة إمام عاشور للملاعب بعد الإصابة إن شاء الله. إمام عاشور هيكون جاهز بإذن الله في لقاء سيمبا في السوبر ليج، وكمان أحمد كوكا هيشارك مع المنتخب بعد إصابة إمام عاشور. وإمام عاشور مش هينضم للمنتخب ولا معسكر المنتخب، وأحمد نبيل كوكا انضم خلاص للمنتخب. وهل يعني اللاعب ده أحمد نبيل كوكا ان هو يكون متواجد في المنتخب؟ طبعا ايوه، لاعب كبير، مش عشان الاسيست اللي عمله ولا البينيه اللي عمله، لا ده اللاعب من قبل كده بيقدم مباراه كويسه جدا. حتى كولر اصر في التشكيل الاساسي امام الاسماعيلي، بيلعب بشكل اساسي جنب ديانج وكمان جنب امام عاشور. فاللاعب ثبت وجوده في النادي الاهلي، ولاعب كبير مع انه صغير السن لكن بيأدي بشكل كويس في الملعب. وعشان كده رو فيتوريا مؤمن بقدرات احمد نبيل كوكا وضمه للمنتخب بدال امام عاشور اللي تعرض للاصابه. ونبدا الفيديو على بركه الله مع حسن نور بقناه على اليوتيوب. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتكملوا الفيديو للنهايه. ونبدا الفيديو على بركه الله، وما تنساش تصلي على النبي. الأهلي وكأس العالم للأندية، والنادي الأهلي هيدعم فريقه ب4 صفقات. ال4 صفقات طبعا أسامة جلال لاعب بيراميدز، ده بيلعب مساك وقلب دفاع، والنادي الأهلي محتاج لاعب في المركز ده، خاصة إن محمود متولي بيتعرض للإصابات ورامي ربيعة، فاللاعبين ما بيكونوش جاهزين في تشكيل النادي الأهلي. فالنادي الأهلي فيه نقص في اللاعب ده وفي المركز ده دايما في النادي الأهلي. وكمان بديل علي معلول. علي معلول عارفين ضغط المباريات والبطولات الكتيره اللي عند النادي الاهلي، فالاهلي لازم محتاج بديل يكون من امكانيات وفورمه علي معلول. وعندك البديل مين اللي هيكون ومين اللي هيحل محل علي معلول ولاعب بامكانيات عاليه؟ طبعا احمد ابو الفتوح لاعب الزمالك، وكمان عندك وليد الكارت اللاعب المغربي اللي بيلعب في بيراميدز، وعمر كمال عبد الواحد. المشكله هنا في شرح هيقول عن عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد لاعب عنده 30 سنه. عمر كمال عبد الواحد اللي طلعه واللي خلاه ظهر واللي اكتشفه هو طبعا كروش. عمر كمال عبد الواحد من قبل كده كان فين؟ ده غلط مدربين او غلط مين بصراحه؟ عمر كمال عبد الواحد النادي الاهلي هيتعاقد معاه وهيكون متواجد مع النادي الاهلي ان شاء الله، ويقدر يشارك في كاس العالم للانديه. وكمان النادي الاهلي كده عنده 4 صفقات، بس النادي الاهلي برضه محتاج دعم في خط الهجوم، خاصه ان موديست طلع مش اللاعب او المهاجم اللي الاهلي يحط عليه الحمل في كاس العالم للانديه او في دوري ابطال افريقيا. فالنادي الاهلي محتاج دعم في مركز المهاجم. 4 صفقات دول ان شاء الله النادي الاهلي يتمهم على خير باذن الله. وليد الكارتي، اسامه جلال، واحمد ابو الفتوح اللي مواله طويل ولبخ مع نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك عايز يجدد العقد لاحمد ابو الفتوح، وقام عملوا قعده مع بعض. وكمان في برنامج احمد حسام ميدو واحمد دودار بيتكلم، بيقول ابو الفتوح كان طالب 30 مليون جنيه مبدئيا كده في العقد، فرد عليه قال له لا ده طالب 60 مليون جنيه. 60 مليون جنيه احمد ابو الفتوح، والزمالك رفض. فاحمد ابو الفتوح عايز 60 جنيه مبدئيا كده عشان يمضي على عقد من غير ما يلعب ومن غير يعمل اي حاجه. فاحمد ابو الفتوح معقدها على الزمالك. فانا شايف الطريق قريب ان النادي الاهلي يتعاقد مع احمد ابو الفتوح ويكون باك شمال
الموجود في النادي الاهلي معلول واحمد ابو الفتوح. هنا النادي الاهلي حل مشكله بديل معلول او اللي هيحل محل علي معلول، خاصه ان علي معلول 37 سنه، في ضغط مباريات، في بطولات عند النادي الاهلي، اللاعب مش هيجاري المباريات وهيكون عنده ضغط، عنده ارهاق. وشفنا الارهاق اللي بتاع علي معلول في دوري الابطال بالتشتيته اللي بيعملها، وجاب غلطه والوداد حط فينا جون في القاهره وكلنا كنا زعلانين من علي معلول، لكن ده كان ضغط المباريات وارهاق المباريات على علي معلول. فاظن هنا مركز علي معلول هيتحل لو جه احمد ابو الفتوح. وكمان اسامه جلال لاعب بيراميدز ووليد الكارتي، الاربع لعيبه اللي بنتكلمنا عليهم دول عقدهم هينتهي نهايه الموسم الحالي، وفي يناير هيكونوا حرين، يعني اي نادي يتعاقد معاهم ويروحوا اي نادي يتعاقد معاهم. فالنادي الاهلي دي فرصته ان هو يتم التعاقد حتى مع جوز لعيبه او 3 لعيبه. احنا محتاجين 2 مهمين جدا، هو اسامه جلال المساك واحمد ابو الفتوح. انا شايف دول لو جم النادي الاهلي، ونجيب مهاجم سوبر بقى في الميركاتو الشتوي، كفايه موديست. وطبعا الناس كلها طالعه تنتقد موديست، لعب 4 مباريات. هو عموما يعني جريه موديست يعني ما تدلش ان هو لاعب عنده لياقه بدنيه او هيثبت وجوده مع النادي الاهلي. هو اخذ ضجه كبيره وكلنا اتكلمنا عليه على تالق موديست، لكن انا شايف ان موديست شطب كوره ومفيش منه امل من في النادي الاهلي. فانا شايف ان النادي الاهلي الافضل ان هو يجهز كده مهاجم سوبر من العيار الثقيل للميركاتو الشتوي في يناير ان شاء الله. احنا مكتوب علينا كل كأس عالم كده لازم ندوق المرار بسبب المهاجم النادي الاهلي، ما يكونش عندنا مهاجم عليه الطلب في كأس العالم للأندية. طالما احنا فاشلين او ما عندناش حظ في المهاجم الاوروبي او المهاجم الافريقي، نروح بقى لحته المهاجم المغربي او المهاجم التونسي او المهاجم الجزائري، ونجيب مهاجم عربي. كان عندنا مهاجم زي وليد ازارو، نجيب مهاجم بنفس الفورمه بنفس الامكانيات بسعر اعلى بجوده اعلى بامكانيات اعلى. طالما ما عندناش حظ لا في الافريقي ولا في الاوروبي، وعمرنا ما احنا هنجيب لاعب اوروبي عنده 30 سنه او 28 سنه وهنجيبه بمليون او ب2 مليون، في السن ده مش هيكون متاح بسعر قليل، وخاصه النادي الاهلي عايز يجيب لاعب اقل من 3 مليون دولار. فانا اعتقد اللاعب ده ممكن نشوفه في تونس او المغرب في مركز المهاجم. وعموما وليد الكارتي برضه لاعب مغربي، وليد الكارتي لاعب مميز ولاعب يعني بيلعب في خط الوسط المهاجم، لكن انا شايف في وفره في مركز المهاجم. عندك كوكا اللي بينضم للمنتخب، امام عاشور، ديانج، مروان عطيه، رضا سليم. فانت وليد الكارتي مش محتاج تجيبه، لو محتاج تجيب وليد الكارتي يبقى انت هتمشي لاعب من خط الوسط. عمر كمال عبد الواحد بيلعب ظهير ايمن، انا محتاج عمر كمال عبد الواحد بيلعب ظهير ايمن. عندي محمد هاني، وكمان لسه بنتكلم في عوده اكرم توفيق، لسه ما رجعش من الاصابه، بيبدا يتجهز وبيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي. فما شاء الله نمسك الخشب على النادي الاهلي ومراكز النادي الاهلي. وانا زي ما قلت كده هو النادي الاهلي محتاج دعم بس في مركز المهاجم، خاصة اني بعد ما موديست جه وظهر بالمستوى السيء في مباريات الدوري المصري، ولسه داخلين بقى لما نخلص من التوقف الدولي ونلعب المباراة الودية مع زامبيا ومع الجزائر، ونرجع نقابل سيمبا التنزاني في السوبر ليج، ونرجع نلعبها في القاهرة. وبعد كده هنستنى الفائز من صن داونز ومن بيترو اتلتيكو الانجولي، هنقابل صن داونز او بيترو اتلتيكو، هنخش بقى في مباريات كبيره. وخاصه بقى مجموعتنا في دوري ابطال افريقيا هي سهله معانا، شباب بلوزداد ويانج افريكا التنزاني، وكمان يعني فريق سهل جدا ومجموعه بسيطه جدا، بس برضه محتاجين ان احنا نلعب شكلنا يكون حلو ونسجل اهداف. فانا شايف يعني موديست ممكن مش هيدينا الحماس او يدينا المتعه او يدينا التهديف والسكور الاعلى. فانا شايف ان النادي الاهلي محتاج يجيب مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي باي وسيله وباي طريقه. وعموما ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسم صفقه احمد ابو الفتوح ويحسم صفقه اسامه جلال لاعب بيراميدز، عشان يكون عندنا وفره في كل مركز. خاصه انا قلت لك النادي الاهلي محتاج في 3 مراكز: بديل علي معلول،
والمساك وكمان المهاجم. نروح بقى إصابة إمام عاشور والعودة للملاعب. مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي فاز النادي الأهلي فيها 3-1 وإصابة إمام عاشور. معظم الناس كانت فرحانة وشمتانة جدا في إمام عاشور، وخاصة الزملكاوية بيقول يا رب الرجلين الاتنين يتكسروا ومش عارف إيه، والحمد لله طلعت الإصابة خفيفة وكدمة في العصبة وفي الكاحل، وما طلعش رباط صليب ولا حاجة، وبعد 10 أيام هيرجع من الإصابة إمام عاشور وهيشارك مع النادي الأهلي، وإن شاء الله هيشارك مع النادي الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني في السوبر ليج. ما كانش مباراة الذهاب، هتكون مباراة العودة ويشارك إمام عاشور. إمام عاشور كان منضم مع المنتخب في الإمارات في معسكر الإمارات، لكن بعد الإصابة إمام عاشور ما قدرش ينضم، فالحل محله هو أحمد نبيل كوكا. أحمد نبيل كوكا ما شاء الله في خط الوسط يعني فارض سيطرته، وجد مكانه ثابت مكانه، يعني الراجل حتى فرض نفسه بأدائه وبلعبه على المدير الفني بتاع المنتخب روي فيتوريا وانضم للمنتخب، وفعلا يستحق ان هو ينضم للمنتخب. ده انضمامه للمنتخب هتدي للاعب ثقة وحماسة أكتر ويثبت نفسه أكتر مع النادي الأهلي ومع المنتخب، وهيرجع أفضل بإذن الله، وهو لاعب كويس ومستقبل للنادي الأهلي ومشروع كويس للنادي الأهلي في خط الوسط مع مشاركته مع إمام وديانج ومروان عطية. لاعب هيكتسب خبرة وهيكتسب ثقة وهيكون لاعب كبير بإذن الله وإن شاء الله. وإن شاء الله يرجع إمام وأحمد نبيل كوكا يبدع مع النادي الأهلي. لكن أنا شايف إن أحمد أبو الفتوح صعدها شوية على الزمالك لما طلب 60 مليون جنيه أو 35 مليون جنيه، والزمالك رفض، والزمالك قال له هديه الامضي بس موسم واحد وهديك 20 مليون جنيه، وأحمد أبو الفتوح رفض. يبقى أحمد أبو الفتوح كده مصر وناوي إن هو يمضي للنادي الاهلي ويمشي على طريق امام عاشور. الراجل شايف امام عاشور بيلعب والجمهور بيحييه وبيحتفل بامام عاشور، والنادي الاهلي مستقر، والنادي الاهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا والسوبر ليج وكاس العالم للانديه، وفي مكافآت وفي بطولات وفي تاريخ هيتكتب. فاحمد ابو الفتوح ان شاء الله هيكون اهلاوي باذن الله، والنادي الاهلي يحصد كل البطولات ان شاء الله. ان شاء الله دوري الابطال او السوبر والسوبر ليج وكاس العالم للانديه والدوري المصري وكأس مصر إن شاء الله، والنادي الأهلي دائما وأبدا. واللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. كان معكم حسن نور قناة على اليوتيوب فضلا وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.